السلام عليكم، ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ اتمنى تكون بخير. اهلا بك في فيديو جديد. معاك احمد من قناه الدب. صلى على النبي محمد، وما تنساش تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناه. وفيديو النهارده صاحب لكل واحد جهازه ما بيتعبش لعبه بيس. النهارده صاحب جايب لك لعبه بديله ليها، ولعبه جامده جدا وبتشتغل على كل الاجهزه وبتشتغل بدون انترنت وبالانترنت، وتقدر تلعبها مع اصحابك وتقدر تلعبها يعني اتنين ضد اتنين، وفيها حاجات كتير جدا. بس قبل ما نبدا في اي حاجه، زي ما قلت لك، روق عليها بلايك واشتراك في القناه، وتعالى نشرح اللعبه مع بعض. مبدئيا كده صاحب، اللعبه دي اسمها توتال فوتبول، كنت شرحتها في فيديو قديم، فلو حابب تعرف عنها اكتر هسيب لك الفيديو في الوصف تروح تعدي عليها. اللعبه صاحبي كانت عندي من زمان، لكن انا فتحتها دلوقتي وفي شويه حاجات فيها كده اتضافوا. تعالى اقولهم لك بالراحه وهشرح لك اللعبه بالكامل. مبدئيا كده واجهه تسجيل الدخول بتاعه الفيسبوك اشتغلت وما كانتش شغاله في الاول، يعني اكونتك اللي كنت مسجله بالفيسبوك تقدر تعمل له استرداد دلوقتي وتستخدمه من جديد. اما تيجي يا صاحبي تفتح اللعبه وهتحاول تسجل في اللعبه، هيجي لك الرساله دي. الرسالة دي في تحديث نازل ب1 سبتمبر، والرسالة اللي بعدها تحديث 15 أغسطس. في يوم 15/8 نزل تحديث للعبة، واللعبة ضافت شوية حاجات كده خليني أعرفك عليها. أول حاجة صعب اللعبة ضافتها وهي الوضع اتنين ضد اتنين، وحقيقي إضافة جامدة جدا من جانب اللعبة. هتقدر دلوقتي تلعب أنت وصديقك في فريق واحد بس، وحقيقي صعب الإضافة دي جامدة جدا وشابوه المطورين، لأنهم فكروا في الحاجة دي. يعني الحاجة دي شفناها آخر مرة في بيس، فاللعبة كويس إن هي ضافت الحاجة دي. ويعني الإضافة دي تعجب الناس كتير جدا، وهتخلي ناس كتير تحمل اللعبة. وحقيقي شابوه، يعني أنا حاسس كده إن الإضافة دي هتفرق معاهم جدا في مستقبل اللعبة. بس أتمنى إن هو ما يكونش وضع يعني وضع تجريبي، وأتمنى إن هو يكون وضع موجود في اللعبة على طول وما يتمش حذفه بعد فترة. وتاني حاجة صاحبي اللعبة ضافتها وهي تحسين وجوه اللاعبين. حقيقي صعب اللعبة بذلت مجهود كبير جدا في شكل اللعيبة، وفي تحسين شكل الرسومات ويعني الجرافيك عامة، وكمان في سلاسة اللعبة. يعني اللعبة من الآخر ظبطت شوية الجرافيك عشان كان بيقطع في التحديثات اللي فاتت. وانا حقيقي من خلال تجربتي للتحديث مفيش تقطيع زي الاول، يعني حسنوا منها شويه. تالت حاجه صاحب اللعبه اتكلمت عليها وهي الاحداث الجديده اللي اتضافت. موجود مجموعه من الاحداث الجديده، ومن خلال انجاز الاحداث دي هتقدر تحصل على لاعبين البطاقه السوداء او اعلى لاعبين في اللعبه. يعني ومن خلال يعني في كل حدث موجود بتاع 3 4 لعيبه كده، هتقدر تاخد واحد منهم مع تختيم الحدث او انجازه. هي دي الحاجات الخاصه بتحديث 15/8. تعال على طول ندخل في تحديث 1 سبتمبر اللي هو 1/9. اللعبة اتكلمت إن تم تحديث الإصدار بتاع البطاقة السوداء. معرفش بقى، ممكن يكونوا حسنوا في طاقات اللعيبة أو حسنوا في يعني شكل اللعيبة، وممكن يكونوا ضافوا لعيبة كتير أو لعيبة جديدة في البطاقة السوداء دي. وبعد كده بيقول لك يعني إنك هتاخد ملايين اليورو اللي هي العملة الرسمية في اللعبة، والالاف من الكوينز او العقود اللي انت بتفتح بيها باكجات، وشويه انواع مختلفه من الجوائز الخاصه الاخرى زي المشروبات وزي البطايق اللي بتفتح بيها لعيبه برضه. كمان اتكلمنا صعب على انك لو لعبت اكتر من 15 مباراه اللي هي مصنفه اللي هي اونلاين في اللعبه، هتقدر تاخد عدد الاف من اليورو، والمئات من عقود الوكلاء اللي هي ممكن مثلا يوصل ل1000، او عقود الوكيل اللي انت بتفتح بيه الباكجات، ومئات من بطايق الخبرة اللي انت بتطور بها اللعيبة. وكمان في شوية تعزيزات هتاخدهم خاصة بالطاقات وكده. وهتقدر تاخد لاعب من البطاقة البلاك بلس 83. وخليك فاكر يا صاحبي ان كل ما مستواك بيعلى في اللعبة بالجوائز بتزيد، وبتقدر تحصل على جوائز اكتر. وبكده اكون شرحت لك كل الاضافات اللي اتضافت في اللعبة من تحديث 1 سبتمبر. مش بقى حاجة غير انك تدوس لايك الفيديو ده وتشترك في القناة، وبقول لي رايك يا صاحبي في اللعبة، وعايز ينزل لها شرح كتير ولا لا. وبس كده هسيبك مع الجيم بلاي بالتعليق العربي. سيداتي وسادتي، أهلا بكم في مباراة اليوم. الفريقان على الميدان يستعدان لبداية المواجهة الشيقة. بدأت المباراة. وجنا اليوم تسديد هوائية، تصدي ممتاز بكل امتياز، وضربة ركنية. رأسية عشوائية. بيساكا، تسديد جول، هدف ولا أروع.
الفريق يفتتح النتيجة في الدقائق الأولى من عمر المباراة.